الوعد بحلول فيما يخص التأمينات، ومن خلال هذه السنوات رفض وزير المالية إنه يستجيب، وعشان كده هم عاملين الوقفة بتاعتهم. فيما يخص الصحف الحزبية، الكلام في الأول إنه إحنا الصحف الحزبية لا علاقة لمجلس الشورى ولا المجلس الأعلى بها. ليه يا سيدي؟ لأن القانون بيقول إنه دي صحف حزبية خاصة بالله. مش صحيح يا أستاذ. اسمع احنا متفقين ان مفيش مقاطعة لسه الأول حضرتك أي ملحوظة أنا مش بقول أنا بقول كلام قبل النقاش. احنا بنسمع الأول يا ريس. فأنت حضرتك أي حاجة شايفها في الحذف بالإضافة هتكتب ملحوظة، يجي دورك هتقول كل كلامك مرة واحدة. تمام؟ فكان الكلام في الأول إنه مجلس الشورى لا علاقة له بالصحف الحزبية، ونفس الكلام للصحف بتاع المجلس الأعلى للصحافة لا علاقة له بالصحف الحزبية. وأتصور إن أي حد فيكم يقدر يخش على جوجل ويطلع القانون بتاع الصحافة 96 عشان يتأكد إنه بالفعل لا علاقة بالمجلس الأعلى للصحافة بالصحف الحزبية أو المستقلة، وإن دوره كله منصب على الصحف القومية. ده طبعا احنا رفضنا هذا الكلام وقلنا انه يعني هؤلاء الصحفيين او هذه النوعيه من الصحف تمثل يعني جزء رئيسي واساسي من العمليه الصحفيه، وتكاد تكون يعني اذا كنا بنتكلم حتى في عدد الصحفيين المقيدين انه الثلثين او يعني من الصحف القوميه، لكن قد يكون هذا يعني بشكل غير واقعي، لانه في هناك غير الاعضاء في النقابه من الصحف الحزبيه والمستقله اكثر من ذلك. الامر الثاني ان احنا قدام مشكله عايزه حل، انه في 11 صحيفه متوقفه عن الصدور، وفيها ناس يعني عندها اسر وفاتحه بيوت، بالاضافه لعدد من الصحف تصور 6 اللي هم شغالين بس ما بيصرفوش مرتبات. فاحنا قدام ازمه لابد من التوجه اليها. بعد شد وجذب يعني مطول توصلنا ان احنا حصلنا على 1,000,000 جنيه للصحف الحزبيه. طيب احنا النهارده جايين نناقشكم، اولا ناقشت راي البعض طرح حاجات نقبلها نرفضها نعدلها نحذفها نطرح غيرها، هو ده هدف اللقاء. النهارده في 1,000,000 جنيه مخصصه للصحف الحزبيه. طيب البعض يقول من ال1,000,000 جنيه الموجودين دول سجل التأمينات ويعمل لي نقلة نوعية في التأمينات. البعض يقول طيب ما تحاول تشوف الصحف العطلانة من هذه الصحف وياخدوا مبالغ ان احنا ايا كان الرقم اللي نتفق عليه، بحيث الزملاء العاملين في هذه الإصدارة ان هم يعيدوا دوران العجلة من خلال المبلغ اللي هم هياخدوه ويحاولوا بقى يحسنوا المسألة. بعض يقول لا ده في ناس مش عايزه صدور الصحف مره ثانيه، والتامينات يعني مش هي ضروره ملحه، لان احنا عايزين ناكل ونشرب النهارده مش بكره. طيب يا عمي انت ادينا كل واحد شهرين مثلا هنتفق على الرقم برضه في الاقتراح الثالث يعني 500 جنيه في شهرين ب 1000 جنيه، وادينا كل واحد 1000 جنيه، واحنا كده ايه حتى على الاقل نعمل نوع من التحريك للمساله. البعض هيقول لك لا انا مش عايز اكل النهارده بس وبعد كده في المستقبل مفيش. عشان كده انا جميعكم نسمع اقتراحاتكم كيف يمكن الاستفاده من هذا العرض من مجلس الشورى. وانا طبعا اقدر في المستقبل ان انا في البديل الثاني بتاع الصحف اللي هي اللي قلنا اعاده تشغيلها، ان الصحف الناجحه يتم تعزيز مبالغ الناجحه. اكيد انتوا برضه شفتم انه المره اللي فاتت لما انتوا قابلتم اعضاء المجلس الاعلى في هيئه في الاهرام كلمتم الرئيس القوميه للتوزيع، قال فكره مبدئيه انه يعمل موقع الكتروني يستوعب عدد من الزملاء في الصحف الحزبيه، والراجل كان الحقيقه كان بيبادر بحل المشكله زي ما حل قبل كده وخد 24 واحد من الاحضار. لكن هو فوجئ بعد اظن امل نشر يعني ان دي موافقه مبدئيه، فحصل نوع من المظاهرات من النقابات العماليه
ويمكن جالكم نسخه من البيان اللي جالي، يعني الحقيقه كلام صعب شويه يعني ان هم بيعترضوا على ان حد يخش للمساعده الشركه القوميه، وبيعتبروا ده بينتقص من حقوقهم، وانه الشركه بعد ما كانت ظروفها معقوله هتبتدي تتاثر سلبيا. فطبعا الراجل رئيس مجلس الاداره زي اي مسؤول بدا يتراجع وقال طبعا انا ما اقدرش التزم او بالصراحه اللي قلته قبل كده، لانه عندي مظاهرات من 3 جهات، لان انتم عارفين القوميه دي دلوقتي بتجمع الشعب والتعاون والقوميه الاساسيه، يعني العاملين الاداريين والعمال بتوع الشعب راحوا له، والعاملين والاداريين بتوع التعاون راحوا له، وهو اصلا عنده الناس الاساسيين بتوع القوميه. فاصبح البديل بتاع الشركه القوميه غير مطلوب. طبعا الصحف القوميه قلت لكم قبل كده بس هي من باب التذكره انه الاجتماع اللي فات كان بيناقش الامور بتاعه الشهر ده في الصحف القوميه، في اجتماع يوم الاحد في الجمهوريه الساعه 1 عشان الامور في الصحف القوميه، لانه 2 بس هم اللي بيعرفوا يجيبوا اجورهم، الاخبار والاهرام، والباقي مش عارف يسوي اجوره. يعني بتاع ده الهلال بيقول انا بشيل في الشهر 1000 جنيه ومرتباتي 2.6، وهكذا برضه بتاع اكتوبر عايز 2.5، وبتاع روزا اليوسف. فمشكله الاجور تحول دون يعني امكانيه ان اي حد يدخل، بالاضافه يمكن لو حد منكم يعرف حد من روزا او غيرها، في طابور انتظار في كل هذه المؤسسات، الناس اللي بتتمرن وعايزه تتعين، ويمكن انتم عارفين ان روزا اليوسف فيها طابور كبير قوي وبياخدوا كل 6 شهور منه جزء عشان الاستجابه للناس اللي هي في انتظار في التعيين. ده الموقف باختصار، ونبتدي نسمع حضراتكم، وهنبتدي بالعربي، الاثنين يتكلموا وبعدين نخش على الاخبار الاثنين يتكلموا وهكذا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رئيس هبدا من حيث انتهيت. الاجتماع اللي احنا كنا حاضرينه مع حضرتك رئيس مجلس اداره المؤسسه القوميه للتوزيع، الراجل تفضل مشكورا ووافق، وفوجئنا ان في نشر حصل وبعد كده ثوره قامت علينا من ناس للاسف الشديد حالتهم كانت زي حالتنا، وراحوا المؤسسه القوميه للتوزيع وفي خلفيتهم او في ذهنهم ان دي مملوكه لاهاليهم، يعني دي بتاعتهم، وما عارفينش ان الناس اللي قاعده هنا دي تقدر تروح تخرجهم مرض من المكان اللي هم فيه، خدت بال سيادتك، وتطلعهم بره وترجعهم من حيث اتوا. فالكلام ده بتاع الفاكس ده احنا هنحرقه ونقطعه وندوسه هنا بالاقدام، لان المؤسسات القوميه دي بتمول من الضريبه اللي بتخصم مني انا، من فلوسي انا وفلوس الشعب. احنا جرايد لنا مطلب وحيد اعتقد لن نحيد عنه، وهو ان يتم توزيعنا على المؤسسات القوميه، ولن نبرح هذا المكان لن نبرح هذا المكان، نحن وكل الزملاء المتواجدين في هذا المكان، الا بحل واحد، مساله المليون جنيه اللي جت دي، اللي انتم مشكورين انكم سعيتوا، جهد مشكور انكم تجيبوا المليون جنيه دي، وتامينات ومش تامينات، وتدي كل واحد 500 او 1000، ده احنا رافضين الكلام ده. المليون دي تيجي تتحط في النقابه، تدعم بها النقابه، يدعم بها اي مشروع من مشاريع النقابه، الزملاء هنا متبرعين بالفلوس اللي جت دي لدعم اي مشروع في النقابه. لكن فكره اني ندور العجله بتاعه الصحف الحزبيه، يا ريس الصحف الحزبيه عجلتها عشان تدور عايزه الجيش بتاعت حسن مرسي التاني يزقها عشان تدور، طب هتجيبوا منين؟ دي صحف خربت وخلاص واغلقت ابوابها، وعشان نحيي الموتى ما ده حدوته كبيره جدا. فاحنا يا ريس كل الزملاء قبل ما حضرتك تيجي استطلعنا ارائهم واجمعوا على مطلب واحد وفقط. احنا رضينا على مضض ان احنا نروح للناس بتوع المؤسسه القوميه نرفع من شأنهم ونعلي من شأنهم في المجتمع. مجموعه من العمال ما لهمش قيمه. انا كصحفي ليا وزني في المجتمع وصنعت ثوره. انا كنت رايح اعمل له جورنال واحطه في مصاف الصفوه بتاعت المجتمع المنظرين وما الى اخره، يجي هو يبعت لي فاكس بتحريض من حد عشان يرفضني انا؟ لا بالعكس، ده انا اللي رافضه، انا مش عايزه من اساسه، خليه بقى يطلع هو
انا كنت رايح له قيمه مضافه، كنت رايح له اعمل له جورنال واعمل له موقع الكتروني، وكنت رايح عشان اشغل الاله العاطله اللي هناك. دي الات عاطله. انا من النهارده بقى وكل الزملاء هنطلع بيانات، وشغلتنا نطلع بيانات، وقدرنا نقفل شارع رمسيس نقفل امه، قدرنا نقفل عبد الغني ثروت نقفله. الناس فيها رمق تناضل على حقوقها. اولا الحقوق يا زملاء تنتزع، الحقوق في مصر في الوقت الحالي تنتزع، لان احنا انتزعنا حقوقنا وصنعنا ثوره وابدنا نظام فاسد فاجر فاشل، والنهارده احنا اللي بينتقم مننا، احنا اللي بيطبق علينا المثل، اسف في اللفظ، كالعيسى في البيداء يقطرها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. انا مش عارف، معادله غريبه. ده انا رايح اعمل له 30,000 نسخه هيوزعها فهتجيب له دخل. رايح اخلي الاستاذ ممدوح والاستاذ حاتم والاستاذ طارق واخواننا في المجلس يطالبوا بان يبعتوا دعم للمؤسسه القوميه الخربانه دي، وتدور العجله عنده ويوزع ويبقى عنده فلوس، وهو مش هيتكلم حاجه. ده ورق مهدر بيترمي وبيتباع وبيتسرق، ومطابع خربانه مش شغاله. انا رايح ادور عجله، رايح اشغل ناس زملاء تعبوا نضوا وهلكوا. يعني النهارده زي ما انا اتكلمت يا سياده النقيب في الاجتماع اللي قبل كده وقلت ان مفيش في سوق الاعلام النهارده لا صحف تيكت شينا هتقدر تاخدني، ولا صحف غسيل الاموال هتقدر تاخدني، ولا الصحف المتصهينه هتقدر تاخدني، لان انا ليا ايديولوجيات ثابته. انا راجل بعبر عن فكر، وكل الزملاء اعتقد بيعبروا عن فكر، كل الناس دي مش كتر. الصحافه النهارده في مصر بتدار بمبدا الشلاليه، كل اللي عارف 2 3 بياخدهم معاه، واللي مالوش حد يضرب بالنار. احنا مش غير حكومه، احنا بشر واحنا بني ادمين. وانا اعتقد يا زملاء ان شاء الله انا هكون مش عايز اقول لكم هكون شهيد ليكم، بان انا عندي استعداد اقتل 10 أو 20 واحد من اللي هيعطلوا اي قرار ان شاء الله حتى هيتعدل في الدرعه. شكرا. عدم كلامك المواضيع مفيش كلام خلاص. شوف بقى يا استاذ انا بقول ايه. بس كده احنا ده مطلبنا. اتفضل. نشوف هيتنفذ ازاي بالآلية بس خلاص نهدى بقى. ولو ما تنفذش النور خلاص كلنا بنضرب مجموعه للطعام. انا بقول اهو انا اول واحد ضربت قبل كده في الممدوح وسيادتك رجعتني عشان خاطر المفاوضات مع مجلس اعلى الصلاح. مظبوط يا استاذ ممدوح؟ انا بقول لك اذا ما تنفذش الموضوع ده انا هبدا باضرابي واحمل مجلس النقابه مسؤوليه اضراب عن الطعام. انا راجل مريض بالسكر وعندي الضغط وبحمل النقابه هذه المسؤوليه. هكرر اضراب عن النقابه. كلنا مجرمين عن النقابه. ماشي كلام لحد ولا المؤسسات الصحيه خلاص مش صحفيين يا استاذ انتهى الكلام لو سمحت. لو انت اصلا لو سمحت يا استاذ محسين لو سمحت لي اصلا عزام فرق ده انتهاز للنظام الفاسد اصلا يعني يا جماعه احنا قلنا يا جماعه عشان نوصل بس لحاجه نهدى شويه لو سمحت لي نهدى شويه يا جماعه نهدى شويه. يا سياده النقيب دول اللي عملوا 25 يناير، دول اللي صنعوا 25 يناير، واللي كله خد نتائج الثوره وسرقوها، ودول اللي بيدفعوا الثمن. صنعوا معايا دول يا سياده الصحفيين بتوع شنقنا اي حاجه ثانيه بره البلد. صحفيين بس دمروا البلد. احنا اللي عملنا القضايا واحنا اللي كشفنا الفساد، وهم صناع الفساد اللي بتوع فينا، وهم اللي صنعوا الفساد كله اللي بتوع الشبكات فيهم.
في حد تاني من العربي؟ لا خلاص كده ولا غيره ولا المؤسسات الصحفيه ليس ملكة عاملين بيها، ده هي شركات مساعدة ولا هم مساهمين فيها ولا السلام على ابوه اسمع لو سمحت سيادة النقيب انتوا صحفيين لا يا استاذ احنا جايين مش عشان نسمع احنا ما حصلناش الدور ده احنا ما حصلناش الدور ده الصحفيين دول فين كرامتهم يا سيادة النقيب؟ فين الكرامة بتاعت الصحفيين؟ انت سواء انتوا يا سيادة النقيب انت قاعدين في التكييفات وكل الامور المؤثرة ليكم والناس بتشحن وسيبنا للشحاتة هنرفض كل حاجة يا سيادة النقيب هنرفض كل حاجة انتوا تقولوها انا عايز اقول يا جماعه الراجل محتاج اسمعوني يا سياده النقيب معلش انا يعني حضرتك تسمح لي في الكلام اقعد اتكلم وانا قاعد انا راجل مضرب بقى 5 سنين. ثانيا معلش انا يعني لم اكن اتوقع من سيادتك ومن اعضاء المجلس الموقرين ان انتوا تشتركوا في هذه المؤامره. هذه مؤامره وانا بقولها بالصوت العالي، هذه مؤامره يقوم بها المجلس الاعلى للصحافه واشترك فيها نقيب الصحفيين واشترك فيها اعضاء المجلس هناك وعد بتوزيع الصحفيين ويتم التنصل عنه، هذا كلام لا يحق اطلاقا للواقع. اولا حضرتك وعدتنا اكثر من مره بالتوزيع على الصحف القوميه ومره بالتوزيع على الشركه القوميه للتوزيع. مفيش حاجه. النهارده لما تيجي تتصدر لنا رساله انه حبايبنا هناك بيعتصموا وحبايبنا هيمنعونا من الدخول وحبايبنا هيتظاهروا، احنا مش هنخاف، احنا هندخل كل هذه المؤسسات القوميه وعلى استعداد ان احنا نخرج اللي قاعدين هناك. نحن لن نتنازل وانا بقولها لن نتنازل عن توزيع كل الصحفيين على المؤسسات القوميه وليس الشركه القوميه للتوزيع. اما الحجه القائله انه لا علاقه لمجلس الشورى والمجلس الاعلى للصحافه بموضوع الصحف الحزبيه، هذا كلام مطلوب ودي مغالطه هذه مغالطه. اذا كان ما فيش علاقه تربط ما بين الصحف الحزبيه وما بين المجلس الاعلى للصحافه فهذا ليس صحيح على الاطلاق، لانه في النهايه نحن لدينا قانون، القانون هنا حقق للصحفي حقه سواء في قانون النقابه وفي المواد الاساسيه الماده 3 من قانون النقابه وفي قانون تنظيم الصحافه 48. المجلس الاعلى للصحافه مسؤول مسؤوليه مباشره عن الصحفي ضمن عضو، وايضا النقابه مسؤوله. اما اللي سيادتك تعمله يا سياده النقيب وفي الاخر تيجي تجيب لنا الصحفيون دول، مش عايز اقول لحضرتك كل رؤساء تحرير الصحف القوميه تلامذه للناس اللي هنا، تلامذه ليهم. فما ينفعش النهارده ان انا اجي اتعامل مع الصحفي على انه متسول، ما ينفعش اتعامل مع الصحفي على انه متسول وارمي له مليون جنيه تحت بند ان الصحفي هياخد 1000 ولا 2000 ويسكت. هذا الكلام يعتبر اهانه، وانا اربى بك يا سياده النقيب انك توافق على هذا الكلام. كيف توافق على انه الصحفي يعامل معامله المتسول؟ كيف؟ وانا بقول قدام الزملاء كلهم انا اضربت عن الطعام 5 ايام يا زملاء، واقسم بالله العلي العظيم ان لم يتم توزيع الصحفيين على المؤسسات القوميه فلن اخرج من هذا الاطار، وسيبدا الاضراب من ولن نتنازل عن المؤسسات القوميه وليس الشركه القوميه، والاضراب مفتوح بالعشرات. اما النهارده هذا الكلام ليه حضرتك تشارك في هذا الكلام؟ ليه وانت صحفي مننا؟ دول كلهم معلش بيلعبوا لعبه سياسه، حضرتك تشجعهم ليه؟ وجاي لنا بايه؟ جاي لنا بزر رماد في العيون يا سياده النقيب. احنا مش هنتسول بقى نسمع كده. المليون جنيه يروح للقوميه واحنا وياه، المليون جنيه يروح للقوميه واحنا نروح وياه، احنا نعمل شغل انتوا عايزين ايه؟
نسمع لو يا سمحت. سيادة النقيب يعني يا حضرتك لحد دلوقتي ما عرفتش احنا عايزين ايه؟ هنسمع ايه تاني؟ لحد دلوقتي ما عرفتش احنا عايزين ايه؟ احنا طلباتنا زي ما قال الاستاذ محمد بس وكلنا متفقين عليها. هتسمع ايه تاني؟ احنا لينا مطلب واحد. عايزين رد فعل من حضرتك. اهدي عشان نوصل لحل. اهدي عارف ان الظروف صعبه والله وتعملها كلنا ظروف صعبه والله. مش هي لوحدها. اهدي عشان الزملاء كلنا واحد.